الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. النهاردة هنحكي قصة حقيقية حصلت مع رئيس دير، وإزاي السيد المسيح بنفسه ظهر ووصل رسالة كانت قاسية جدا وقوية جدا لهذا رئيس الدير. هنعرف مع بعض بالتفصيل اللي كان بيعمله رئيس الدير، خلى ربنا بنفسه جه وبعت له الرسالة القاسية ديت، وايه اللي حصل في النهاية. كل ده هنعرفه بالتفصيل في فيديو اليوم، لكن في البداية حابة اقول لحضراتكم لو حابين تسمعوا معجزات واخبار الكنيسة فما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان دايما يوصل لكم اشعار بكل المعجزات والتعزيات اللي بتقدمها. ولو فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه روحيا فما تنسوش تخلوا غيركم يستفاد بانكم تشيروا الفيديو وتضغطوا على اللايك وتكتبوا كومنت برأيكم عشان الفيديو يوصل لغيركم وياخد بركة ويانا. اما دلوقتي تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل فيديو النهاردة من اوله. وزي ما قلت لحضراتكم ان دي قصة حقيقية واتذكرت وقالها اب كاهن عن رئيس دير من رؤساء الأديرة زمان جدا، حصلت معاه الحكاية دي. رئيس الدير كان من النوع اللي يحب الخدمة مش رب الخدمة، يعني يحب يقابل الناس الأغنياء وياخد منهم الهدايا والعطايا والكلام ده كله، وما كانش يهتم أبدا بالناس البسطة والفقراء، يعني عكس قصة الأنبا برقام. أنبا برقام كان معطي بسخاء، يحب الفقراء أكتر من الأغنياء، ياخد من الناس الأغنياء ويدي للناس الفقراء. أما رئيس الدير التاني ده اللي هو بتاع قصة النهاردة ده كان عكسه تماما، كان يحب دايما زيارات الناس الأغنياء وياخد العطايا منهم، وما يقابلش أي حد من الناس البسيطة أو الفقيرة أو المحتاجة. ففي يوم من الأيام طبعا خلاص كل الرهبان عرفوا نظام سيدنا، أي واحد غني جاي يخبط على الباب حتى لو في ايه يدخلوه على طول لسيدنا، لكن لو حد مثلا نص نص لا، يعني انت انتظر اشوف سيدنا او لا، او وقته يسمح ولا لا، والكلام ده كله. ففي يوم من الايام ابونا البواب اللي هو بيبقى مسؤول عن بوابة الدير جاله شيخ كده عجوز وشكله غلبان وهدومه بسيطة جدا وشكله يعني باين عليه ان هو راجل فقير. فبيخبط، فتح ابونا البواب الدير، قال له ايوه يا ابويا عايز حاجة يا والدي؟ قال له عايز اقابل سيدنا. قال له طب عايز تقابل سيدنا ليه؟ قال له علشان طالب منه مساعدة. فقال له طيب ثواني انا هشوفه يعني. فدخل قال له سيدنا كان معاه ناس بقى اللي هم الاغنياء المبسوطين دول يعني، وقاعد معاهم والكلام ده. فقال له يا سيدنا في واحد بسيط بره وعايز مساعدتك وعايز يخش يقابلك يعني. فقال له طب انت شايفني يا ابونا فاضي؟ انت شايفني قاعد وسط الناس اهوت ومش فاضي خالص، قوله يستنى شوية. فطلع ابونا محرج جدا وهو ماشي يقول طب انا اقول له ايه؟ طب انا يعني هطيع الكلام، ماليش دعوة انا بالكلام ده. طلع قال له قال لك ايه؟ قال له معلش يا والدي بيقولك انتظر شوية، اصلا هو يعني معاه ناس جوه يعني. فقال له طيب يا ابني استناه شوية مفيش مشكلة. وهو قاعد الراجل العجوز ده جه واحد بقى من اللي هم مبسوطين وكده، فبيقوله سيدنا موجود؟ قال له اه طبعا يا دكتور اتفضل. وقام مدخله عند سيدنا قدام الراجل العجوز. فالراجل العجوز قال له يا ابني ما انت دخلت اهوت لسيدنا رئيس الدير، دخلني انا كمان. فاتضايق جدا من نفسه، ما بقاش الراهب عارف يعمل ايه. قال له طب روح يا ابني اسأله تدخلني امتى عشان انا عايزه ضروري. قال له طب يا والدي استنى هنا وانا هقوله. فدخل تاني، يا سيدنا الراجل اللي انا قلتلك عليه قاعد بقاله يجي 3 ساعات برا وسألني تاني يخش ليك امتى؟
فقال له وانا بقى فضيله يصبر لما دولت يمشوا، لو في وقت قبله مش عارفة ايه كده. فخرج. قال له يا والدي لو عايز تشرب حاجة او تاكل حاجة تحت امرك، قول لي اجيب لك حاجة تاكلها زمانك جعان وكده. قال له لا يا ابني، انا لا باكل ولا بشرب، لكن عايز اقابل رئيس الدير ضروري. فالراهب اتنهد كده، مفيش في ايده حاجة، وقال له طب يا والدي بقى انا بستأذنك تقعد بس شوية كمان. فبيقول الراجل العجوز قاعد من الصبح لحد الليل مليل. تالت مرة خبط على الباب بتاع الدير وقال له وبعدين قول له انا عايزة اقابله، فانا قعدت من الصبح لحد الليل مليل وعايزة اقابل رئيس الدير ضروري جدا. فقال له هدخل حاضر يا ابي اقول له وارد عليك. فدخل. قال له هو عاوز ايه يعني؟ انا مش فاضي خالص، انا بكتب كتب وبقابل الناس، هو انا هعمل ايه اكتر من كده؟ انا مش فاضي حتى لنفسي. وقعد يتكلم بقى كده. فطلع قول له يمشي والكلام ده. فطلع الراهب خجلان، وازاي يعني قعدته طول اليوم وهروح اقول له مشي مش هيقابلك؟ فماشي طول السكة يقول له انا مش عارف يا رب اعمل ايه. ولحد ما وصل هناك قال له ايه؟ قال لك ايه؟ قال له انا اسف جدا سيدنا، صدقني في اجتماع مهم. قال له هو سيدنا في اجتماع من الصبح لحد دلوقتي؟ ما كانش فاضي 5 دقايق يدوهم لي يقابلني فيهم، يشوفني انا عايزه اقول له ايه؟ طب بس بقى شوف اللي هقوله لك، الرساله دي وصلها لرئيس الدير. قول له انت بتخدم بيت ربنا، لكن امتى تخدم رب البيت؟ الرسالة الجاية دي مهمة، وصلها لرئيس الدير وقول له كنيستي انت بتخدمها، اما ملكوتي فلن تراه ابدا. الراهب كان واقف مذهول انه الراجل بيقول الكلام ده، وهو بيقول اخر كلمة ملامح الراجل العجوز تغيرت لشكل السيد المسيح وببهاء ومجده، وصعد امامه للسماء. بقى الراهب واقف مش عارف يتكلم من الهول اللي حصل له، الذهول. ودخل لرئيس الدير عمال يبكي يبكي، في ايه يا ابونا مالك؟ قال له يا سيدنا، اللي كان عايز يقابلك هو رب المجد يسوع المسيح بنفسه، وكان متخفي في شخص انسان بسيط، وانا اسف انه اوصل لنيافتك الرسالة بتاعت ربنا. قال له قال لك ايه؟ قال له بيقول لك انك كنيستي هتخدمها، لكن ملكوتي لن تراه ابدا. رئيس الدير سمع بس الرسالة دي، عارفين اللي حد يجيلك يفوقك من الطريق والطريقة الغلط اللي ماشي فيها او الاسلوب اللي انت بتسلك بيه. فاق. وبيقولوا انه سيدنا دخل قليته وفضل سنين طويلة يبكي بكاء مرا ويتوسل الى الله ان يغفر ليه ويغير حياته، انه قدم توبة على كل مرة رفض فيها يقابل حد من اخوة الرب، كل مرة رفض فيها يعمل حاجة تفرح قلب ربنا وتقربه من ربنا ومن الملكوت. بيقولوا ان فضل سنين الاسقف ده اللي هو رئيس الدير يصلي ويطلب من ربنا يغفر له، لحد بعد سنين طويلة ربنا اتحنن عليه، لان ربنا حنين جدا ورحيم. صحيح قال له مش هتدخل ملكوتي، لكن ده كان عقاب ليه لما كان ماشي بالطريقة بتاعته. لكن لما قدم توبة وندم حقيقي ورفع قلبه لربنا بإيمان، فربنا عشان حنين قوي وغفور ورحيم بعت لي ملاك نوراني. والراهب رئيس الدير ده بيصلي، القلاية نورت وجاله ملاك وقال له ربي وإلهي يسوع المسيح رأى دموعك ورأى توبتك المقبولة أمامه، والآن يقدر يقولك إنك أنت مغفور لك خطاياك. ممكن احنا بمساعدتنا للي حوالينا كأننا بنساعد ربنا شخصه. ممكن يكون ليك اخ بسيط
معهوش مصاريف كتير للأولاد داخل المدرسة والدروس، ممكن تجيب له دستة كراريس وتقول لها ده كانت لقيتها حلوة قوي فجبت للولاد وجبت لكم معايا. ممكن تلاقوا ناس ما عندهاش أكل، حتى من الأقرب الأقربين ليكوا، جيرانكوا اللي فوقك اللي تحتك، أخوك أختك أختك، ايا كان، ناس محتاجة مساعدة. لو ساعدتهم بشكل غير مباشر انك تجرحوهم، بس قبل ما تساعدوا حد صلوا كتير انه ما يتجرحش، صلوا كتير ان يقبل الحاجة بفرح، قولوا يا رب انت اللي تساعدني اعمل الحاجة دي وافرح قلب اللي قدامي، انا متكل عليك انت يا رب مش متكل على نفسي. وجيب مثلا لوازم بيت وقول له انا جبت لنفسي جبت لبيتي وليكو، انا مثلا لقيت الحاجة دي زايدة وشكلها حلو، قلت نعمل حسابكم معانا واتمنى تعجبكم كده. الحاجة اللي بمحبة وبصلاة قبل منها، دايما اقول الحاجة اللي يسبقها صلاة يعقبها فرح ونجاح. صدقوني تبصوا تلاقوا العطايا دي فرحت قلب ربنا وفتح ابواب السما، زود الرزق بتاعكم وزود الخير عندكم ومنع عنكم الامراض ومنع عنكم اي حاجة وحشة. اللي يفرح قلب ربنا ان نكونوا حنينين على اخوة الرب. ربنا يفرح قلوبكم ببركة شفاعة أمنا العذراء مريم، وكل الشهداء والقديسين يشفعوا لنا سويا أمام عرش ربنا يسوع المسيح، يبقى لنا مكان ونصيب صالح في السماء. ودايما اذكروني في صلواتكم. أشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد ومعجزة جديدة. ما تنسوش تكتبولي آراءكم في التعليقات. أشوفكم بخير، سلام.